حسين الجسمي هو غنى عز البيارق لا عمر العبد الله. بقى انا ما رح اغني عز البيارق. انا كل ما نويت انسى لك ذكرى. مشكلة الذوق العربي تم تخريبه خلال ال 25 سنة اللي راحت. مالك؟ مين قال لك انه انا بتشلح؟ مين قال لك انه انا بقدم فن محترم وملتزم؟ عمركم شفتوا ماجدة الرومي بتغني بمطعم؟ لا. عمركم شفتوا فيروز بتغني بعرس؟ لا. ما بزبط. اهل غزة في عز الدمار، في منها ناس بتتجوز وبيحتفلوا، في منهم بيعملوا اشياء للاطفال وبيعملوا لهم دبكة وبيرقصوا وبيغنوا. انا بحكي الاردن عبارة عن بقعة الضوء في العالم العربي. الفنانة الأردنية بنت مادبة واللي بنفتخر فيها في كل أنحاء المملكة، الصوت الهادي وايضا الشمس المشرقه اللي بتبلش معانا الفنانه. شو حلو حلو الشمس المشرقه، حبيت. لا ما شاء الله الصوت. شكرا. مكادي نحاس يعطيك العافيه. اهلا الله يعافيك. انا سعيد اني انا صراحه شفتك والتقيت فيكي في مهرجان جرش وفي افتتاحيه جرش. افتتاح نعم. يعني صراحه الصوت القوي. تسلم. بس وينك غايبه؟ انا مش غايبه ابدا، انا موجوده، بس انا مش يعني بحسك هيك ماخذه بيتوتيه اكثر. يعني عندي اطفال عم بربيهم لسه صغار، مش على السوشيال ميديا كل الوقت. يعني بتنزل لي اغنيه بشيرها مره مرتين وخلاص. لانه ما يعني لا هيك احنا بدنا نعاتبك، يعني في عتاب كبير. صح. هو يمكن بس شوف انا هلا اقتنعت جديد انه يمكن لازم اكون متواجده اكثر، فان شاء الله هلا بيشوفونا. الصوت بده يضل شغال اصلا. طبعا لازم تغيبي. طيب شو محضرتي لنا وكيف شفت اليوم افتتاح مهرجان؟ بجنن الافتتاح رائع، هيك في مشاعر مختلطه طبعا، بالفرح والفخر انه الاردن يعني دائما هيك. انا بحكي الاردن عباره عن بقعه الضوء في العالم العربي. نعم. حوالينا عم تشوف شو عم بصير. نعم. ومشاكل ولا اخره. دائما احنا هيك بنكون زي الشعاع في كل الأزمات، بنكون أقوياء وصامدين ومتحدين، وعنا خطة واضحة لشو رح نعمل وشو مواقفنا بتكون. والدليل على هيك اليوم مهرجان، يعني افتتاح المهرجان هو أكبر دليل على هذا الكلام. اليوم في تحدي في افتتاح مهرجان. يعني هو مش تحدي، هو أمر طبيعي، بس تحدي للناس اللي بتعتبر إنه ما بصير وما إلنا حق. يعني كيف ما لنا حق؟ كيف بتقولي لهم اليوم انه احنا ما لنا حق نفرح، ما لنا حق نستمر في لنا حق مهرجان؟ نعيش حياة طبيعية زي كل الناس. حتى أهل غزة في عز الدمار، في منها ناس بتتجوز وبيحتفلوا، في منهم بيعملوا أشياء للأطفال وبيعملوا لهم دبكة وبيرقصوا وبيغنوا. يعني هاي الناس اللي أنا بحس عقولها مظلمة بتقولنا نغني ونرقص. أنا شخصيا غنائي من أول مسيرتي لليوم ملتزم. نعم. يعني لا بغني بالبارات ولا بغني بالأعراس ولا بغني. رافضة أنت الموضوع؟ رافضة الفكرة تماما. نعم. لأنه أنا غنائي للناس، للمقاومة، للفقراء، لفلسطين. أنا يعني وهذا الحكي أنا دفعت ثمنه. صحيح. بشكل أو بآخر. صحيح. يعني وأنتم كلكم تعرفوا يعني. فبالاخر ما حد فعليا برجع بقولها. غياب اليوم مكاد اليوم بسبب عدم اختيار انها تروح على الالوان الاعراس طبعا لانه انا ما بغني، يعني ما بيناسبني ولا بيناسب صوتي ولا بيناسب بيئتي، انا من وين جاي. بنت مادبة ما بيناسبني يعني ابدا هذا الموضوع. يعني صراحه حتى صوتي، يعني انا عملوا فتره مقابله مع، قلت لهم يعني عمركم شفتوا ماجدة الرومي بتغني بمطعم؟ لا. عمركم شفتوا فيروز بتغني بعرس؟ لا. ما بزبط. عندك عتب كمان سمعت، يعني انه لازم يتوجهوا للفنان الاردني. احنا بنحب الصوت الهادي. انا دائما عندي عتب، لانه دائما عم بنحب الاصوات القويه، بس بنحب كمان الصوت الناعم. لازم يعني يصير في، مش الصوت الناعم، لازم يكون في توجه نحو هذا النوع من الفن الملتزم اللي بيعيش الى الابد. نعم صحيح. مش الفن الهشك بالشك ويا عرفت؟ جريئة. يعني ما هو المشكلة، بتعرف شو المشكلة؟ الناس ما بتحب تسمع الحقيقة. يعني فجأة كل الناس حتى اللي بيعترضوا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتلاقيه بسمع شو بعرفني شاكوش وما بعرف أغاني هاي الهابطة. ما بتحبي المهرجانات؟ حلوين لهم أجواء، بس ما بسمعهم. بس ما بتسمعيهم نهائي؟ يعني بسمعهم إذا مرقت أغنية، بس ما بطرب عليه. هو ليست أغنيات للطرب، ليست أغنيات. هذا اعتراف خطير إنه يعني مع الغيبات يعني لا ملايين المشاهدات تعدت كمان. ما هي المشكلة، الذوق العربي تم تخريبه خلال ال 25 سنة اللي راحت. مالك؟ المنتجين والإعلام كله له دور، كله له دور. صحيح. في اللي وصلنا له اليوم. صحيح.
لما تيجي تقول له انت الفن مقاومه، يقول ما هو الرقص يا اختي مقاومه. مين قال لك انه انا برقص؟ مين قال لك انه انا بتشلح؟ مين قال لك انه انا بقدم فن محترم وملتزم وعن القضيه. انا غنيت لللاجئين، غنيت للأسرى. شو موقفك من احكي لك القضيه شغله، اليوم؟ احكي لك قصه كثير مهمه. انا لما غنيت اغنيه يا ظلام السجن خيام، كان في أسرى من فلسطين بسجون الاحتلال ومن لبنان بسجون الاحتلال، كانوا يقولوا لي ويبعثوا لي رسائل من أهلهم إنه أنت صوتك وأغانيكي هم مش بس لمستنا، تخلينا تعطينا أمل إنه الناس اللي برا بعدها حاسة فينا. يعني هذا الحكي أنا ما بحكي خلينا كتير، نستمر فيها. بس هذا الحكي بخليني أنا أشوف إنه أنا عم بيوصل صوتي للناس اللي أنا لما أغني للأسرى صوتي عم بوصل للأسير حتى لو هو داخل السجون صحيح. الإسرائيلية. صحيح. وايضا في لك جمهور كبير كمان من فلسطين كمان كبير. طبعا فلسطين وسوريا كتير. ولبنان والخليج يعني العربي طبعا. طبعا هل اجاكي دعوه من المملكه العربيه السعوديه والان هي داعمه نعم بقوه؟ هل في حديث ولا ما في حديث؟ بصراحه يعني شوف، انا اجتني دعوه هلا بهذه الظروف، في دعم كمان للفن صح الملتزم صح من المملكه العربيه بس السعوديه. بهاي الظروف ما اجتني دعوه، بس انا اجتني دعوه قبل انفتاح السعوديه. نعم. بفتره كتير قصيره حتى اعمل اغني في جامعه الاميره نوره. نعم. ولكن ما صدفت، يعني انه ما زبطت الامور وهم ما رجعوا عملوا الاحتفال. بس انا بتمنى اغني بالسعوديه باي بلد عربي. انا بعتبر حالي فنانه عربيه وكل الدول العربيه تشبهني، وهذا الوطن العربي كله إلنا. نعم صح. يعني هم الاحتلال كله إلنا طبعا، كله إلنا. لما بروح على السعوديه بشوف الترحيب، وبروح على العراق وبشوف صحيح. السوريين، احنا ما بنختلف عن بعض، احنا نعم. بنتكلم نفس اللغه، ديننا نفس الدين سواء اسلامي او مسيحي. نعم. احنا اهل المنطقه هاي، احنا اهلها هاي المنطقه، احنا ابناء البلد، مش يجي بنعشق الفن الملتزم واللي دائما داعمين له من زمان الاردن كمان. طبعا. كمان بدي اسالك، مين يعني بتسمعي له هاي الفتره من الفنانات اللي قريبين لصوت فنانة مكادي نحاس؟ بسمع كثير، بسمع والله بسمع كل شيء صراحة. بس مين بحب يعني أنا بعرف إنك جريئة، بدنا تجاوبي بكل صراحة. بسمع طبعا، بجاوب أكيد. بسمع طبعا أنت حاضرة بقوة بالمهرجان. عندي حفلة 29 تعالوا. بسمع أكيد فيروز ونجاة وهدول العمالقة. لا الجداد بسمع طبعا، بسمع عبير نعمة، بسمع رنين الشعار، بسمع في صبية يمنية مكسرة الدنيا حاليا اسمها سهى المصري. بسمع كل التجارب اللي عم بتصير جديد. وبحب من الشباب، إذا بدك أصوات شابة، بحب مثلا صوت هذا معروف عني، دائما بحكي حسين الجسمي، بغير لي مودي. بسمع كايروكي، بسمع مسار إجباري. طب بما انك بتسمع حسين الجسمي، خليني اقول لك، بسمع بدي احكي كمان واحد، هذا نصيف زيتون. بسمع في مطرب اردني كثير لذيذ طالع، للاسف نسيت اسمه، ايش الصفدي. بما انك بتحب حسين الجسمي، هو غنى عز البيارق لا عمر العبد الله. انا ما رح اغني عز البيارق. هل بنقدر نسمعها بصوت؟ لا طبعا مش حافظينها. اكيد لا ابدا. بغني لك مقطع لحسين الجسمي بس مش عز البيارق. طبيعي. أنا كل ما نويت أنساك لك ذكرى ترجعني. أنا حبيت وأشوفك من حين وحين. فراقك يا فراقك قتل قلبي وعذبني وأنا كلمة. طيب بدنا نسمع مقطع نتالي. حسام تحسين بيك. طب يلا بدنا نتالي. يلا نتالي قطعت أخباره وما تشوف عين. نتالي بعيد أسفاره قالوا بلادها فين. يا من ياخذني لداره تبوسي من هالجبين. نتالي